احنا دايما بنسمع في افلام الاعتراف هو سيد الادله. عايزين بقى نعرف من حضرتك، هل الاعتراف هو سيد هو الادله فعلا؟ مش في الافلام بس، هو دي المقوله الدارجه صحيح. او مقوله دارجه عاميه ان هو الاعتراف سيد الادله. ما صح. معنى الاعتراف سيد الادله؟ اذا كان الحديث حديث الاعتراف، امم. فانني دائما ما اقول لمن يترددون على مكتبي الخاص في قضايا بها متهمين معترفين انه حتى المتهم المعترف هناك ما يقال عنه. يعني ايه؟ قالوا بأن الاعتراف هو سيد الأدلة، لكنني أقول ومن هذه الشاشة أن الاعتراف دليل يحوطه الشبهات، يحوطه الشك، دليل مشبوه. ليه؟ ليه؟ لأن الاعتراف يخالف الأمور الطبيعية ومجرياتها بالنسبة للمتهمين. الطبيعي إن أنا متهم، هل أنا سأتطوع من نفسي؟ هل هذا المتهم الذي افترض فيه الإجرام هيتطوع بنفسه للاعتراف؟ لا، الطبيعي انه ينكر طبعا. طبيعي انه ينكر، ان هو صح. يدرأ هذا الاتهام بالانكار على الاقل. لكن كون المتهم قد بادر باعترافه فهو حتما ولا بد هو دليل يشوبه الشك. طيب الاعتراف ده الدليل الاول في الاثبات الجنائي. قديما كان الاعتراف ينتزع بالإكراه، وكان ينتزع بالتعذيب، وكان ينتزع بالضغط على المتهمين. كون الاعتراف قديما كان هو الدليل الأول في الإثبات الجنائي، وكان لا يجوز أن يدان متهم أو لا يجوز أن يحاكم متهم إلا إذا ثبت من اعترافه بأنه كان مرتكبا للجريمة. هذه المسألة المشرع والتشريعات الجنائية الحديثة كانت فطنة في هذه المسألة، فوضعت الاعتراف ووضعت له الضوابط القانونية والشروط التي إذا ما اتبعت هذه الأخيرة نكون أمام اعتراف صادق صريح صحيح منتجا لأثره في الدعوة ويكون حجية في مواجهة المتهم. هذه الضوابط والشروط التي أقرها المشرع ووضعت لحماية الحرية الشخصية للمتهم. كون الاعتراف نفسه، لأن هو عشان احنا بعض الناس فاهمين ان هو ده متهم معترف، فان هو متهم معترف ده خلاص بقى الموضوع انتهى، او ان هو ده مش هيخرج عشان معترف وكذا وكذا. وهذه الامور اللي بنشوفها في المسلسلات والافلام، لان هي دي الصورة اللي احنا دي بيقولوا الصورة اللي عليها، احنا مقتنعين اللي احنا بيها. شايفينها واللي احنا اعترف، حافظينها، انتهت والاعتراف سيد القضية. الأدلة. المتهم اعترف خلاص، يبقى احنا كده هنضربه بالنار ومش هيخرج بقى ان شاء الله. لكن هو الحقيقة مش كده، الاعتراف له ضوابط وشروط حتى يستفيد منه الشخص المتهم نفسه ويستفيد منه القانون في ذاته، لان هو لابد لأن يكون عندي اعتراف صريح له شروط. شروط الاعتراف وضمانه الشروط عشان يكون الاعتراف صحيح، قصد حضرتك عشان صح؟ يكون الاعتراف، تمام، اتفضل. عشان يكون الاعتراف صريح، وعشان يكون الاعتراف صحيح، وعشان يكون الاعتراف منتج لأثره ويكون حجية في مواجهة المتهم ومنتج لأثره للمحكمة. لأن هو الاعتراف بس، الاعتراف بيجمع بين المتهم وسلطة الحكم وسلطة التحقيق. صحيح. فشروط الاعتراف وضمانات الاعتراف، الاعتراف هو له أو زي العملة كده له جانبين أو وجهين. فشخص المعترف، الشخص اللي هيقول الاعتراف، خلاص هذا الشخص لابد وأن يتوافر فيه بعض الشروط التي أقرت في التشريعات الجنائية الحديثة، زي أنه يكون كامل الأهلية الإجرائية، زي أنه يصدر هذا الاعتراف على لسانه هو وليس لسان شخص آخر، مش حد تاني يقول أن فلان ده كذا وكذا. وأن يكون هذا الاعتراف تم وفقا لإرادته الحرة الكاملة، أو إنه ما يبقاش مكره على الاعتراف ده، سواء كان بقى ضغط معنوي أو أي وسيلة أو أي سبيل من سبل الإكراه. أما في الاعتراف نفسه اللي هي الأقوال اللي المتهم بيقولها، هذه الأقوال لابد أن تأتي صريحة، تأتي واضحة، تكون صادقة وتتفق مع باقي الأدلة الموجودة في الأوراق. لأن أنا ما ينفعش أجي أقول إن أنا متهم إن أنا سرقت فلانة، وفلانة دي إحنا بنحقق قضية قتل وليكن. ما ينفعش أقول أنا قتلتها بسكين والست ميتة بطلق ناري. يبقى هذا اعتراف باطل، ليس صحيحا، غير صحيح، لا يتفق مع مجريات الأمور. فيجب على النيابة العامة في هذه المسألة أن تبحث مدى صدق الاعتراف، أو أن تبحث وصولا إلى وجه الحق في هذه المسألة، حتى يكون الاعتراف صادقا وصحيحا فينتج أثره في شأن المتهم والقضية
ومجريات القضية نفسها، صحيح. لأن هو المتهم إذا ما كان هناك جانب من الأدلة أو إذا كان أصفر هذا الاعتراف على أدلة جديدة. يعني احنا أذكر أننا قد تولينا الدفاع في إحدى القضايا في إحدى ايوه احكي لنا، احنا بنحب البلاد الحكايات دي. الريفية. الشخص عزم وعقد النية على سرقة جارته المسنة، وأعد العدة، جاب عصاية كده ونط من فوق السور ودخل البيت عشان يسرق مدخرات الست، فما لقاش حاجة. وهو خارج أحدث يعني نوع من الضجيج اللي تسبب في ان الست تستيقظ من نومها تصحى، فخرجت بره بتشوف لقيت الراجل فضربها بالعصايه، اغمى عليها. عمل ايه بقى لما اغمى عليها؟ خد الحلق اللي كانت لابساه، قبض عليه، وقرر هذا المتهم في اعترافه ان هو عمل كذا وكذا وكذا، والعصايه فين؟ في الارض اللي جنب البيت، والحلق فين؟ اديته لفلان الجواهرجي اللي المحل بتاعه في المكان الفلاني. النيابه امرت والمباحث جابت الحاجه دي وارسلت للطب الشرعي، فقرر التقرير ايه بقى؟ التقرير جالنا لما طلعنا على تقرير الطب الشرعي، فهناك آثار دماء بين ثنايات الحلق تخص المجني عليها، والدماء الموجودة على العصا تخص المجني عليها. فيكون هذا المتهم من هذا التوصيف قد اعترف اعترافا صحيحا صادقا ويتفق مع مجريات الأمور في الدعوة نفسها. فيكون هذا الاعتراف منتجا لأثره، فإذا عدل عنه المتهم في المحكمة لا يستفيد من هذا العدول. وفي النهاية كل هذه الأمور تخضع لرقابة المحكمة وتقدير القاضي في شأن إذا كان هذا الاعتراف صادقا ولا لا. ومش كل اعتراف، يعني أنا ما ينفعش عشان هو الراجل اعترف يبقى خلاص هنحاكمه أو هنحبسه. صحيح. لأن هناك قضايا لابد على النيابة العامة، يجب على المحقق أو يجب على عضو النيابة العامة أن يبحث مدى صدق هذا الاعتراف. عندي قضية تزوير وفلان قال لي أنا اللي زورت المستند ده، طب مين قال لي ان المستند ده اصلا مزور؟ يبقى لابد ان نقطع في شأن التزوير اذا كان انا عندي تزوير اصلا ولا لا. يعني المستند ده لما يرسل الى مصلحه التزييف والتزوير وتيجي تقول لي ان المستند سليم مش مزور، يبقى اين انت الاعتراف؟ ازاي بتعترف انه مزور؟ بالظبط. يبقى مش عشان انا عندي اعتراف يبقى خلاص احنا عندنا اعتراف فقفل القضايا ولم الاوراق وروحوا المحكمه عشان نتحاكم، ده المتهم اعترف بالجرم اللي ارتكبه. هذا كلام خاطئ، وليس ان معنى هناك اعتراف يبقى احنا هنضرب الراجل ده بالنار عشان اعترف او عشان قرر كذا وكذا وكذا. فالاعتراف لكي يكون اعترافا قضائيا بامتياز لابد وان يكون في القالب المخصص للاعتراف، وجاء بالشروط والضمانات التي كفلها المشرع لحماية حرية المتهم الشخصية. فعندئذ نكون أمام اعتراف صادق صحيح نستطيع من خلاله أن نكون أو القاضي يكون عقيدة أو يأخذ من أي من الاعترافات كيفما شاء.